ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ رب تكونوا بخير. معاكم هدير وفيديو جديد. فيديو النهارده حبيت افيدكم معايا بمعلومه عرفتها من دكتور الاسنان. لما كانت اللثه عندي ملتهبه شويه، فانا قلت افيدكم بالمعلومه ديت. هي معلومه مهمه جدا في اختيار فرشه الاسنان. فرشه الاسنان لما تكون سوفت، لما يكون اللثه ملتهبه. اما في الايام العاديه لازم نجيب فرشه تكون ميديم. ما ينفعش نعمل بفرشه تكون سوفت على طول. اللي هي مثلا ماركة زي سانسوداين، دي بتبقى الأسنان الحساسة أو اللثة الملتهبة. لكن في الأيام العادية، عشان برضو السوفت مش هتنضف على طول. بعد كده ممكن نجيب بقى ايه، اورال بي مثلا ميديم. الميديم حلوة وفي نفس الوقت ما بتجرحش الأسنان وبتنضفها كويس. فيا رب تكون المعلومة بتاعت النهاردة أفادتكم ولو حاجة بسيطة. وإن شاء الله أقابلكم في فيديو جديد. وديت برضو الحاجات المكتوبة على فرشة الأسنان هي ميديم، تنظيف كامل متكامل في بالفرشة ديت. وان شاء الله اقابلكم في فيديو جديد. ولو ليكم اي اسئلة او اقتراحات سيبوها لي تحت في التعليقات. ان شاء الله اقابلكم في فيديو جديد حبايب قلبي، وشكرا ليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.